الدعاء الأليم على من أحرق القرآن الكريم لشيخنا الداعية وهبان المودعي. وما يحصل من أعداء الإسلام من التعرض لكتابنا المقدس ولكتابنا العظيم من الحرق والتمزيق، مزق الله أمرهم وشتت الله جمعهم وأصابهم بالبلاء الدائم ونكس كبرياءهم وجعل بأسهم بينهم شديد وخلف بين قلوبهم. أحرق الله أبدانهم كما أحرقوا كتاب ربنا. مزق الله جلودهم وأبدانهم وملكهم كما مزقوا كتاب ربنا، وجعل الله بأسهم بينهم شديد، فإنه أغير على دينه. فهي بداية زوالهم بإذن الله، وهي بداية ذهاب ملكهم، وهي بداية ذهاب دولهم. فإنك ترى الغرب الكافر في كل وقت وحين يتدحدرون إلى الأسفل، فتارة يدعون إلى الشذوذ الجنسي ويرفعون علمه ويحثون عليه، وهذه أعمال تقرب زوالهم وتقرب الخلافة فيما بينهم وزوال مملكتهم. فإن الملك بيده وإن الحكم بيده وإن الله غيور على دينه، فليبشر المسلمون. فهذه بداية زوالهم وبداية ذهاب أمرهم وبداية اختلاف قلوبهم. فإن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. فما ذهبت الدول ولا سار أمرهم إلى الزوال ولا تحطمت أمورهم إلا بعد التعرض لما نهى الإسلام عن التعرض له من كتاب الله ومن أمر الإسلام ومن أمر المسلمين. اللهم تولى عقوبة من أحرق القرآن الكريم. اللهم تولى عقوبة من أحرق القرآن الكريم. اللهم أرنا فيهم ما يسر قلب كل مسلم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم أحرقوا كتابك. اللهم إنهم آذوا قلوبنا. وأحرقوا قلب كل مسلم على وجه الأرض. اللهم فأحرق أبدانهم. اللهم سلط عليهم الأمراض التي لا يجدون لها الدواء. اللهم أحبس عن أجسادهم الهواء واحبس عن أبدانهم الطعام وجمد الدماء في عروقهم. اللهم سلط عليهم في أبدانهم العقوبات التي لا تردها عنهم يا رب العالمين. اللهم ابعث عليهم في أبدانهم جندا من جنودك يؤذونهم في ليلهم ونهارهم، لا يجدون راحة في حياتهم ولا سعادة في معاشهم ولا طمأنينية في أمرهم